السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في التوفير في هدوم الاطفال. طبعا احنا شايفين الاسعار بقت غالية جدا جدا جدا، وفي كل حاجة حتى مش في الهدوم بس. فطبعا احنا لازم نقتصد شوية وندور على طرق ان احنا نوفر في هدوم الاطفال. طبعا الكلام ده موجه للي عندها طفلين 3 4. لان اللي بيكون عندها طفل واحد بس بتكون عايزة تجيب له الدنيا كلها، وممكن تكون بتبقى الظروف مساعدة شوية. انما اللي عندها كذا طفل يعني بتكون الميزانية بقى بتبدأ تتقسم. آم، ومبقاش الامر متاح زي ما يكون اول طفل يعني. اول حاجة انصحكم بيها ان انتي تشتري في وقت التخفيضات. يعني دلوقتي في تخفيضات على الهدوم الشتوي. طبعا الهدوم بتقل الربع تقريبا. فانتي ممكن تنزلي دلوقتي تشتري هدوم شتوي للسنة الجاية ان شاء الله. تشتري اكبر من مقاس ولادك نمرة او نمرتين. ده هتكون بالشكل ده، هتكون وفرت كتير. انا بعمل كده على طول في الوقت ده. بكون مثلا عاملة جمعية او عاملة حصالة. آم، و وبنزل اشتري لهم كل واحد فيهم مثلا طقم او اتنين للسنة الجاية. وكمان الجواكت بتكون اسعارها بتنزل جدا. بس ما انصحكيش ان انت تشتري الخامات اللي فيها جلد، لان الجلد بالركنة بيقشر. آم، لو مش جلد طبيعي يعني اشتري الجواكت اللي هي مش جلد. كمان إن لو انت عندك اطفال سنهم متقارب من بعض زي اولادي كده. انا عندي الاولاني ولد وفي النص بنت والصغير ولد. فبحاول ان انا اشتري هدوم الوان، خاصة يعني بتكلم عن هدوم البيت. الوان تكون مناسبة. لو هي البنت لبستها بعد الولد مش هيبقى فيه مشكلة. مثلا الوان زي ايه؟ الاخضر، الاصفر، في الوان كده بتبقى حياديه، ما بتبقاش مخصصه للصبيان بس او للبنات بس. وماركة جونيور بتنزل ترنجات كده بيبقى عليها الرسومات اللي عليها بتبقى محايده. بتبقى يعني ايه، ممكن تبقى بناتي وصبيان. والنجار كمان، ماركة النجار كمان. آم، ايه تاني كمان؟ لو انت عندك مثلا اختك او سلفتك او كده، لو انت الهدوم اللي عندك لسه حالتها كويسة ممكن تتبادلوا. يعني انت ممكن تدي لاختك مثلا لو ولادها اصغر من ولادك، او انت ممكن تاخدي منها لو ولادها أكبر. مش عيب يعني طالما الحاجة لسه حالتها كويسة وتصلح للاستخدام. خاصة ده الكلام ده بتكلم في هدوم البيت. مش عيب يعني وعادي. وطول عمرنا اهالينا كانوا يعني مفيش فروق بينهم، وكانوا بيتعاملوا بحسن نية يعني. بس بشرط تكون علاقتك باللي بتتعاملي معاها علاقة كويسة. تكون مثلا حد قريب منك، اختك او سلفتك لو علاقتك بيها مثلا كويسة. انا نفسي باخد من سلفتي وبدلها عادي. ايه تاني؟ انصحك لو ان انتي ممكن تجيبي الحاجة نمرة اكبر نمرة او نمرتين من مقاس ابنك. لو مثلا البنطلون ممكن يتني لتحت، او يتعمل باستك من فوق. البناطيل دلوقتي كلها معمولة باستك من فوق بكبسونة كده. البناطيل اللي نازلة السوق بقى لها فترة بالطريقة دي، فده ممكن انتي تلبسي ابنك القطعة مثلا سنتين بالطريقة دي. ايه كمان؟ تجنبي ان انتي تشتري الاطقم الخروج اللي على بعضها، اللي بتبقى مثلا بنطلون وتيشيرت وجاكيت فوق بعض على بعض دول. او مثلا بالنسبه لبناتي فستان وكولون ومثلا وجاكيت او كده. الاطقم اللي على بعضها دي بتبقى غاليه جدا. استبدليها ان انتي تشتري لهم مثلا بنطلون جينز وتلاقي انتي عليه جاكيت، او تلاقي عليه تيشيرت لو في الصيف. ده بيكون اوفر لك جدا 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 جدا. بالذات بالذات في الاطقم البناتي انا شفت اسعار خياليه، في حين ان انت ممكن تطقميها انت ويطلع احلى كمان. ايه كمان؟ اشتري الحاجه خامه جيده. الغالي تمنه فيه. بابايا الله يرحمه كان دايما يقول الفقير يشتري غالي. ليه؟ علشان خاطر الحاجه ما تبوظش بسرعه. الحاجه لو رخيصه وشعبيه قوي
تبوظ بسرعة وتشتري كتير. انما لو انت شارية حاجة خامتها حلوة وانت حاطة الفلوس في محلها، انت ممكن تلبسي نفس القطعة دي لكل اولادك، وتفضل محافظة على ألوانها وتفضل محافظة على شكلها. أنا عندي هدوم بتاعت بودي وهو صغير، عمر بيلبسها لحد الآن، وما شاء الله عندها استعداد تلبس 10 أولاد كمان، لأن هي خامتها حلوة فمحافظة على ألوانها. حاولي ان انتي تحافظي على الهدوم في الغسيل علشان خاطر تفضل محافظة على شكلها، واولادك يفضلوا يلبسوها اطول فترة ممكنة، وتقدري كمان يعني ايه تنقليها بين اولادك من الاكبر للاصغر. فالافضل تتغسل على الايد، خاصة التيشيرتات ما تدخلش الغسالة، اللي هي تيشيرتات الخروج. الهدوم بقى الداخلية بتاعت التتقيل بتاع الشتاء، بفضل ان انا اجيبها بيضة، وتكون ماركة برضو حلوة، علشان تنفع ان الولد والبنت يلبسوها، يعني البنت تلبسها بعد اخوها، وتكون ماركة نظيفة علشان ما تمطش وشكلها يبوظ، وتستحمل ان هما ان شاء الله التلاتة يلبسوها ورا بعض. والهيكولات كذلك بجيبها برضو الوان محايدة ينفع بنت وولد يلبسوها. والبناطيل برضو، البناطيل اللي بيلبسوها تحت الهدوم في الشتاء برضو بجيبها بيضة، علشان خاطر ينفع تبقى ولد وبنت، عشان ما تزنقيش بقى في المناسبات، مثلا عيد او دخول مدارس او فرح او حاجة زي كده وعايزة تجيبي لهم هم كلهم هدوم جديدة. اعملي حصالة، وهو يسميها دي حصالة الهدوم، ان احنا هنفتحها على العيد ونشتري مثلا هدوم العيد قبل رمضان، علشان او جمعية وقبضيها قبل مثلا العيد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.